السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بيتي. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعض مرقة الببوش. إن شاء الله في الفيديو هذا باش نتعرفوا على طريقة تنظيفه وتطيبه بالطريقة الصحيحة. ما تنسوش باش تدعموني في القناة، تضغطوا زر جرس الصابونة، تعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا. إن شاء الله مشاهدة طيبة للجميع. هذا الببوش توا باش نغسله بالبيتة ليلة كاملة في الكليل والزعتر والسميد، ونظفتها نحيت منها الكعبات الميتة، خليت كلها الكعبات الحية. تو نغسله بالباهي التالين يولي الماء نتاعها نظيف. نغسل هكا ونصفي بالباهي، نحاول ننظفو بالباهي الكعبات. الماء يغلي عندي لهنا كليل وزعتر نعناع ملح ورن باش نصبهم. بسم الله بسم الله. كما تشوفوا صبيت الحلزون، نخليه يطيب ونتعدى مع بعضنا للطنجرة. تو المكونات تغلو معنا بالباهي. صبوا الببوش اللي غليناه بكري وصفيناه باش نضيفوا فاح اخر، باش نضيفوا شويه نعناع مرحي، شويه زعتر ورند، فوحوا برشا قرفه كيف باهيه. نخلوهم يغلوا شوي وبعد نمرقوه بالماء سخون ونخلوه يطيب على راحته. هذه مرقه الببوش كما تشوفوا ما شاء الله، الريحه والفيحه والبنه. نودكم وما نسهيكم. قبل ما نطفي عليها بالدريج عملت لها شويه ثوم راوي بننها باش نحطوها مع بعضنا في صحين للتقديم. بالنسبه للببوش نجمو نعملوه مرقه، كما نجمو نعملوه كسكسي، كما نجمو نعملوه ازعر من غير طماطم وفلفل. في الماء كهو. نودكم من شهيكم. كان هذا فيديو اليوم مرقة ببوش، عطيت لكم بكل تفاصيلها، نتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بالنسبه للببوش كعبة الكردون عود الاسنان نجبدوا بيه والا بمسك. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله في فيديو قادم وصفة جديدة. ما تنسوش باش تدعموني في القناة. بالسلامة وفي امان الله.